الراجل ده بصراحة إبراهيم فايق أرجل الإعلامي في مصر، وبصراحة يعني محايد جدا، وآراءه الفترة الأخيرة بتعجبني أوي 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 أوي. راجل بص، من الآخر يا صاحبي، راجل من الآخر. عايز تسمع إعلام رياضي كويس؟ اسمع إبراهيم فايق. مش عشان خاطر قال كلمتين حلوين في حق الأهلي خالص، والله أبسولوتلي، ولكن دور كده في مواقف الراجل ده، هتلاقيه بيتكلم في الصح والمظبوط دايما، يعني دايما يعني. ويقول لك النادي الاهلي ما بيحلمش، مش هو بتاع الاحلام. النادي الاهلي مش هو بتاع النادي الاهلي نمبر 1 اللي هو بيرسم الخط، انت فاهم، الكل يمشي عليه. كلام محترم جدا 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 من كابتن ابراهيم فايق، او من استاذ او من الاعلام يا سيدي ابراهيم فايق. كلام يحترم، ويعني يستاهل من كل اهلاوي ان هو يعمل له تعظيم سلام، ويقول له شابوه يا اعلامي يا محترم، يا محترم يا محايد. وخصوصا يعني بعد مواقفك اللي فاتت كلها ضد البلطجة اللي احنا عارفينها طبعا، وعارفين انا بتكلم على ايه. لا بجد اعلامي تمام قوي. كمل يا باشا، استمر على هذا الاسلوب وهذه الطريقة يعني، وانت بص تبقى في حتة تانية خالص بجمهور الاهلي. سلام.